كلنا منتفق إنه في علاقة وطيدة بين الشوربة وبين الشتاء، ومن أطيب أنواع الشوربات هي شوربة الفطر. واليوم رح أعملكن إياها بطريقة بسيطة وسهلة، ورح تطلع معكن كريمية حتى بدون ما نستخدم الكريمة. بطنجرة على النار حطيت مكعب زبدة وحبة بصل مفرومة فرم ناعم وقلبتن، بعدين ضفت لهم سنين من الثوم. طبعا الثوم اختياري بس بيعطي طعمة طيبة. وبعدين ضفت علبة فطر ورح قليهم شغلة دقيقتين ثلاثة. طبعا إذا توفر الفطر الطازج بيكون أفضل وأطيب، بس هذا بيشتغل كمان. بعدين ضفت الطحين 3 معالق كبار من الطحين وقلبتهم. هون حسيت نشف شوي الطحين فضفت مكعب زبدة، ممكن تضيفوا زيت نباتي أو زيت زيتون. قلبتهم لتحمص الطحين. بعدين ضفت الحليب 3 كاسات من الحليب، ويفضل يكون الحليب كامل الدسم، وقلبتهم بالمضرب اليدوي لأتخلص من كل التكتلات. وحطيت كاسة مي ومكعب مرقة دجاج مضر وشوية فلفل أسود وشوية ملح، وبتقلبون لحتى تاخدوا القوام اللي بتحبوه. هذا القوام كتير منيح بالنسبة لي. وآخر شي ضفت رشة من الكرفس، ممكن تضيفوا بقدونس أو كزبرة بس بحس البقدونس ألبق. شوفوا لي ما شاء الله قوامها الكريمي، بسم الله ما شاء الله بتفتح النفس. ويا سلام إذا جنبها هيك خبزة توست محمصة محشية بالجبنة بتكمل الطعمة. شايفين القوام ما أحلاه؟ كأنه فيها كريمة. عن جد من أطيب وأشهى الشوربات، جربوها ولا تنسوا اللايك والمتابعة. كلنا منتفق إنه في علاقة وطيدة بين الشوربة وبين الشتاء، ومن أطيب أنواع الشوربات هي شوربة الفطر. واليوم رح أعملكن إياها بطريقة بسيطة وسهلة، ورح تطلع معكن كريمية حتى بدون ما نستخدم الكريمة. بطنجرة على النار حطيت مكعب زبدة وحبة بصل مفرومة فرم ناعم وقلبتن، بعدين ضفت لهم سنين من الثوم. طبعا الثوم اختياري بس بيعطي طعمة طيبة. وبعدين ضفت علبة فطر ورح قليهم شغلة دقيقتين ثلاثة. طبعا إذا توفر الفطر الطازج بيكون أفضل وأطيب، بس هذا بيشتغل كمان. بعدين ضفت الطحين 3 معالق كبار من الطحين وقلبتهم. هون حسيت نشف شوي الطحين فضفت مكعب زبدة، ممكن تضيفوا زيت نباتي أو زيت زيتون. قلبتهم لتحمص الطحين. بعدين ضفت الحليب 3 كاسات من الحليب، ويفضل يكون الحليب كامل الدسم، وقلبتهم بالمضرب اليدوي لأتخلص من كل التكتلات. وحطيت كاسة مي ومكعب مرقة دجاج مضر وشوية فلفل أسود وشوية ملح، وبتقلبون لحتى تاخدوا القوام اللي بتحبوه. هذا القوام كتير منيح بالنسبة لي. وآخر شي ضفت رشة من الكرفس، ممكن تضيفوا بقدونس أو كزبرة بس بحس البقدونس ألبق. شوفوا لي ما شاء الله قوامها الكريمي، بسم الله ما شاء الله بتفتح النفس. ويا سلام إذا جنبها هيك خبزة توست محمصة محشية بالجبنة بتكمل الطعمة. شايفين القوام ما أحلاه؟ كأنه فيها كريمة. عن جد من أطيب وأشهى الشوربات، جربوها ولا تنسوا اللايك والمتابعة.